يا صباح الفل يا صباح السعادة. وصفة النهاردة وصفة هتعجبكم بزيادة. النهاردة بقى هنعمل وصفة مش مكلفة، طعمها حلو بجد، هتعجبكم. سهلة سريعة، كل الحاجات الحلوة اللي انتوا عايزين تقولوها هتقولوها في الوصفة دي، وبجد هتعجبكم. بس قبل ما نبدأ الوصفة، انا لو اول مرة تدخلوا قناتي انا رشا، عايزاكم بقى تشاركوا الفيديو لكل اصحابكم وتكتبوا لي كومنت حلو منكم ليا واللايك الجميل بتاعكم، ويلا بينا نبدأ الفيديو الجميل ده. فيديو بجد هيعجبكم بجد في الاخر من الاخر. بصوا الفراخ ده هي بدوب على فكرة، دي مش فراخ، وهنشوف في الفيديو دي ايه، بس بجد يا جماعة حاجة كده عظمة. يلا بينا نشوف بقى الفيديو. انا عندي هنا الجناحات بتاعت الفراخ دي انا بجيبها واخلي راجل يقطعها لي بانيه، والكتافات دي بتاعتها او الكتف بالجناح ده انا بخليه، بشيل بقى البسبوس بتاعه دوت اللي هو الزفر، وخليت الكتف كده زي ما هو، غسلته ونقعته وخليته زي الفل. وجبت بقى عندي هنا 3 4 بصلات حلوين كده زي ما انتم شايفين، قطعيهم جوليان. الوصفة سهلة وبسيطة ما فيهاش أي حاجة خالص. والأجنحة دي على فكرة بتشتري يعني عايزة جناحات بتروحي عند بتاع الفراخ تقولي له عايزة كيلو من الأجنحة بيديها لك. بس أنا عشان بجيب الفراخ والراجل يعملها لي بانيه، فبيديني بقى دي. أنا بصراحة بعمل بيها وصفات كتير قوي، ودي وصفة منهم. هنا بقى قطعت كل البصل زي ما انتم شايفين، هنزل بقى في الصينية في البايركس في أي حاجة هتعمليها، بس أهم حاجة تكون صينية. تمام كده نزلت، هنزل بقى هنا هرش عليها، اديها رشه ملح او هظبط لها الملح بتاعها، رشه فلفل اسود، نص معلقه من بهار الفراخ، واقلبهم كده كلهم مع بعض. البصل والبهارات يتشربوا من بعض، هرجع تاني افردهم وانزل بقى بالفراخ بتاعتي كده زي ما انتم شايفين ارصها. وكده خلاص انا رصيتها، هنزل بقى تاني برشه فلفل اسود ورشه بهارات ورشه ملح، عشان برضو ياخدوا من نفس النكهه بتاعت البهارات اللي احنا حطيناها في الاول مع البصل. وربع كوبايه ميه، مش هكتر لان البصل هينزل عندي هنا ميته. هغطي بقى الحاجات الحلوه دي كده كلها وادخلها الفرن، وقرب لما تستوي هديها كده دهنه زيت فوق الوش واحطها تحت الشوايه. طلعت معايا بالعظمه دي كلها، عملت اكله من غير اي حاجه خالص بالجناحات. عملت الوصفه العظمه دي. يا رب الفيديو يعجبكم. كنت معاكم رشا السيد، واشوفكم في فيديو جديد.